وده عشان يقدر يحافظ على ارتفاعه، واللي بيخليه يحرق وقود اكتر. لكن كل ما بيبعد كل ما دورانه بيبطأ، وعشان كده الدول اهملت المدار لسنين طويله لحد ديسمبر 2017 أطلقت اليابان القمر سبامي، وده قمر صغير طوله 2.5 متر بيدور حوالين الأرض على ارتفاع 167 كيلو في المدار المنخفض جدا. الصين أكيد مش هتسيب حد يسبقها. في ديسمبر 2023 أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية إنها بحلول 2027 هتنشر عدد من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض جدا لأغراض البحث والمراقبة. طبعا أمريكا عارفة ده معناه إيه، وفي يوليو 2024 أعلنت وكالة الضربة الأمريكية إنها تعاقدت مع شركة ناشئة اسمها ريد واير لتطوير شبكة أقمار خاصة بيها في نفس المدار. هنسيب المدار ده ونطلع أعلى شوية وهنوصل للمدار الأرضي المنخفض، والمدار ده على ارتفاع بين 400 ل 2000 كيلومتر. أول حاجة هنشوفها هناك على طول هي محطة الفضاء الدولية اللي بتضم 5 وكالات فضاء شغالة في المحطة دي، تعاون دولي بين أمريكا